النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأظبط طريقة للكلاسيك كوكيز تعمليه. طبعا والولاد بيحبوه قوي. يلا بينا نشوف هيتعمل ازاي، وهو أساسا سهل. يلا بينا. أول حاجة هنجيب 200 جرام زبدة في درجة حرارة الغرفة. طبعا احنا الأيام دي ساعة، هي أساسا هي دي درجة حرارة الغرفة بصراحة، فأنا قطعتها عشان تسهل عليا. على 1.5 كوباية من السكر البني الرطب. ما عندكيش سكر بني رطب، هاتي سكر ابيض، حطي عليه 2 معلقة عسل اسود، وعليهم نص كوباية من السكر الابيض. يعني هو المقدار 200 جرام زبدة، عليهم 2 كوباية سكر، بس منهم 1.5 كوباية سكر بني، ونص كوباية من السكر الابيض. وطبعا هنحط البيض، حطينا البيض بيضة مع الفانيليا. هجيب طبعا المعلقة، هقلب عشان ممكن تلاقي حتت من تحت مش مضروبة زي ما هي دلوقتي باين معاكي. هنجيبهم كده دول ونروح ضربينهم ضربة تاني بالمضرب. هنضربهم كده حلو ضربة تاني. بعدها هنجيب معلقة صغيرة ملح على 2 معلقة نشا. 2 معلقة النشا دول بيفرقوا بجد بجد، يعني بيخلوا طعمه حلو قوي، بيخلوه فعلا من بره مقرمش ومن جوه طري. كده انا خلصت خلاص المكونات يعتبر السايله. هنجيب بقى المكونات الجافه: معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا، مع من 2.5 كوباية ل3 كوبايات. هو هيحتاجهم دقيق على حسب نوع الدقيق اللي عندك. انا خد مني 3 كوبايات دقيق بصراحه، فانا حطيت الاول 2.5 كوباية وسبت نص الكوبايه، بعدين احتجتها نص الكوبايه. بصي امتى تلاقيها خلاص؟ لما تمسكيها بايدك التانية اللي انت مش عاجنه بيها، تلاقيه طري بس ما بيلزقش. هنجيب بقى نحط الشوكليت. انا عملت ميكس ما بين شوكليت شيبس صغيره مصري، ما بين شوكليت كات كوين بلجيكي. انا عايزه اعمل مقاسين. جبت الميزان، قست واحد مقاسه 40 جرام، ده اللي هحشيه. والحشو هنا انا هحشيه شوكولاته كوين بلجيكي. اوكي، طعمها كان حلو قوي. ممكن تحشيه اللي هو النوتيلا او بديل النوتيلا، بس تحطيها كده معلقه على صينيه وتروحي مجمداها في الفريزر. والحشو ده بتاعك، ممكن تحشيه او ممكن ما تحشيهوش اساسا. هنا بعد ما كورتها لقيتها ما عجبتنيش، فعدت تاني تكويرها وشكلتها كده بصباعي. هعمل لكم حتى واحده تانية اهي عشان تشوفيها اهي. بصي بتفتح معايا ازاي، ما بتلزقش. وحطيت 2 كوين من الشوكليت، واهو بطرف كده يعني اتني صباعك كده واعمليه. وهعمل الحجم التاني، مش هحشيه، هعمله مقاس 20 جرام. عايزاه كده مش محشي. بصراحة هي من اسهل الوصفات. لا، وميزة فيها انت مش هتسويه كله في نفس اليوم، بالعكس انت كده انت عملتي حبة هتحطيه، طبعا هتشيليهم في الفريزر عشان هو كده اوريدي لازم يتحط في الفريزر. بعدين هنحطه في علبة وتخرجي منه بالعدد او بالكمية اللي انت هتعمليها النهاردة. انا كده سويتهم كده خلاص في الصينية، وهزقهم كده بقى في الفريزر. اغطيهم واروح حطهم في الفريزر ساعة. هنا بقى الحجم الصغير انا قلت عايزة ازينه من فوق كده بحبة شوكولاتة شيبس. يا اما تكسري الكوين ده وتروحي عاملاهم عليها اهي كده. خرجت من الفريزر. طبعا فرنك شغال على درجة حرارة 180. هجيب طبعا هنا الصينية، هروح حاطه اللي انا هاخدهم بس. طبعا طريقة تسويته هتحطيها في الفرن في الرف الاوسط 7 دقايق من تحت، يشغل من تحت. سوري، مش 7 دقايق، 8 دقايق من تحت، ودقيقتين بشغل عليهم الشواية. طبعا الباقي هتشيليه في علبة وتخرجي بالطلب. ميزة الكوكيز او حلاوة الكوكيز، انت بتحبي تاكليه وهو دافي او لسه معمول النهاردة، مش بايت. شفتي حتى لما خرجت؟ طبعا لما خرجت سيبيه 5 دقايق في الجو، هو هو هيمسك. اعملي زي ما قلت لك 8 دقايق من تحت ودقيقتين من فوق. ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني.